السلام عليكم. تعالوا نعمل احلى ريش ضاني في الفرن، وهنعمل كفته كمان بطريقتي انا وان شاء الله تعجبكم. هننزل باللحمه المفرومه، هننزل عليها بحوالي معلقه كبيره من دهن الخروف او الدهن العادي. هنبشر بصلايه هناخد منها التفل وهنسيب الميه في جنب. هننزل عليها كمان بمعلقه كبيره من البقدونس ورشه ملح ورشه فلفل وكمان توابل لحمه، او لو مش متوفر توابل لحمه يبقى كوبيبه صيني. هنعجن كويس الكفته وهنسيبها في التلاجة لمدة ربع ساعة. بعد كده هنجيب الستيكس وهنصبحها وهنخلص الكمية كلها. هننزل بالصينية بصل متقطع وطماطم متقطعة وهنرص الكفتة. وبعد كده هنجيب طبق صغير يكون فيه فحمية متولعة من فترة، هننزل عليها بمعلقة من الزيت أو معلقة بالسمنة. بعد كده هنغلفها كويس بورق الفويل وهندخلها الفرن. بعد كده هنعمل التتبيله بتاعه الضاني. هنجيب ريش وبعد كده هننزل عليها بمعلقه كبيره من الزيت، معلقه كبيره من عصير الليمون، طماطميه مبشوره، ملح، فلفل، كمان معلقه كبيره من العسل الاسود، او لو مش متوفر عسل اسود يبقى صويا صوص. هننزل الكميه دي في كميه على كميه اللحمه اللي هي التتبيله. وبعد كده هنجيب صينيه ننزل عليها بالبصل وهننزل عليها بالريش، وبعدين هننزل عليها بالباقي التوابل. وهنجيب طبق صغير هننزل عليه تاني بالفحمية وهنغلفها كويس. هنشيل طبعا الطبق بالفحمية وبعد كده هندخلها الفرن لما تستوي هتطلع بالجمال ده. الف هنا وشوف على قلبكم.